أحمد العوضي خرج عن صمته لأول مرة من بعد حلقة ياسمين عبد العزيز، وطلع واتكلم. وبصراحة كلامه كان منقسم لشقين، وناس مؤيداه وناس معترضة عليه جدا. ليه؟ ايه اللي وصلكم لكده؟ تعالوا نعرف تعليق ورد أحمد العوضي من بعد حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة. وكل الناس داخلة في الكومنتات بتتكلم: يا أحمد ارجع لياسمين، ياسمين بتحبك، والناس بتحاول يعني ان هما ولاد خالتنا، فاحنا بنحاول نصلح ما بينهم يعني. احمد العوضي دلوقتي نزل على صفحته وقال: كل الامتنان لياسمين، اطيب واجمل ما قابلت في حياتي، وستظل ايامي معها اجمل ايام عشتها، فلم ارى منها الا كل طيبة وخير، وكانت خير حبيبة وزوجة. انا قلت قبل كده انها حب الوحيد، وبيننا حب كبير وصل لكل اخواتنا وكمان صدقوه، وكلامنا واعترافاتنا بحبنا لبعض حتى بعد الانفصال. يعني ان الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب، ولكن رجوعنا هو امر خاص جدا جدا جدا. فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها. وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتوا اخواتنا ان كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر، ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع أكيد إرادته هتتحقق. وده اللي قاله فعلا أحمد العوضي، وقال: إحنا مفيش إرادة إن إحنا نرجع دلوقتي. وجابتنا للسؤال اللي انتوا كل شوية بتسألوه هو كالتالي: كل واحد منكم بيحب التاني، طب ليه ما بترجعوش؟ إجابتي هي السؤال نفسه. لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا، ولكن كما قلت فهي أمور خاصة جدا. عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال. أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاء كبير منا كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه، كذلك قدروا قرارنا بالانفصال، فهو نصيب. ولو احنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب، فاحنا برضو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات، اعمالا لقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. لان حقيقي مفيش اجمل من ذكر الفضل بين الناس، وتذكر المواقف الجميلة والايام الحلوة على مستوى الصداقة او العمل. ما بالك بين اتنين جمعهم الزواج والحب، فهو اولى بذكر الفضل وقت الانفصال. شكرا لمشاعركم الجميلة، وسعيد جدا ليكم ولسعيكم ان احنا يبقى في خير ما بيننا. وان دل ده فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم، فأنتم إخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا وأكتر. وأخيرا كانت وستظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي. متخيلين بعد كل هذا الكلام بيعلن إن أكيد مفيش رجوع، وكان في محاولة ولكن للأسف فشلت مرة أخرى. احنا بندعي من ربنا إن هو يجمعهم على خير. قولوا لنا رأيكم في كلام أحمد العوضي.